السلام عليكم. أنا فرحي بعد أسبوع ورحنا علشان نجهز الشقة. أول مرة كنا حوالي تقريبا 8 أشخاص، وحماتي جابت لنا أكل كتير جدا زيادة عن عددنا بصراحة، وأكل بقى كل الأصناف وعصاير طول اليوم وفواكه. بصراحة وللأمانة كله كان تمام، وعملت معانا الواجب والزيادة. وخلصنا كده جزء من الشقة ومشينا، واتفقنا إن احنا نرجع تاني. أهل خطيبي بقى عرضوا إن هما يساعدونا في الفرش، بس أنا بصراحة رفضت. قلت لأ، دي شقتي وأنا اللي أفرشها بإيدي، وأهلي بس هما اللي هيكونوا معايا. وبعد يومين كده كنت رايحة الشقة، فقلت لخطيبي إن عددنا المرة الجاية هيبقى حوالي 20 شخص. زعل جدا وقال لي إيه العدد الكبير ده كله؟ ملوش أي لازمة كل ده. قلت له انت ليه بتقول كده؟ انت بخيل على فكرة، وانت بتتكلم علشان الاكل والشرب، احنا مش محتاجين حاجة، احنا هنجيب اكلنا معانا. وحسيت بقى ان هم زعلانين ومقموصين علشان ان احنا رفضنا ان امه واخته يفرشوا معانا الشقة. بعدها قال لي بقولك ايه، انتوا اخركم كده 8 اشخاص زي ما جيتوا المرة اللي فاتت. ساعتها بقى اتعصبت. قلت له بقولك ايه، دي شقتي وانا حرة فيها واجيب اللي انا عايزة اجيبه. رحت قافلة السكة في وشه. ومن ساعتها بقى هو زعلان وما كلمنيش ولا حتى مرة واحدة عشان يصالحني. انا مش عارفة انا عملت ايه غلط. هل كده انا عملت حاجة غلط؟ هما ليهم حق ان هما يزعلوا؟ انا مش عارفة ايه الغلط اللي انا عملته يعني. بص يا ست العرايس، طبعا انتي غلطانة 1000000%. اول حاجة، الست عملت لكم اكل وشرب وعصاير وفواكه، كنتوا 8 اشخاص والله اعلم بظروفها. دلوقتي انتي جاية تقولي احنا 20 شخص، يعني المفروض هتعمل اكل ل20 شخص وعصاير وفواكه زي المرة اللي فاتت طبعا. فدي طبعا تكلفة جامدة وكبيرة جدا عليها. بس اكيد خطيبك مش عايز يقولك الكلام ده، المفروض انتي تحسي بحاجة زي كده. وغلطتك التانية بقى ان انت رفضتي ان هما يساعدوكي في الشقة. ليه كسرتي فرحتهم؟ انت كده حرفيا احرجتيهم. لان معروف يعني فرش الشقة ده بيبقى فيه اهل العروسة واهل العريس، ودي بتبقى فرحة كبيرة جدا. فانت كسرتي الفرحة دي بصراحة. فالمفروض دلوقتي ان انت تتصلي وتعتذري، ومفيش داعي بقى ان انت تجيبي العدد ده كله معاكي. الله اعلم بظروف الناس ايه. يا ترى اللي عملته عروستنا ده صح ولا غلط؟ مستنيه اعرف رايكم في التعليقات، واستنوني ان شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة، وسلام عليكم.